بسم الله، السلام عليكم. للأسف كثير من المسلمون يشاركون النصارى بأعيادهم ويحتفلون معهم ويبررون بعواطفهم ومشاعرهم على أنه لازم يكون بيننا تسامح وإحسان وإقساط وسلام ومحبة. ولكن للأسف أنا أكره ما علي تدخل العواطف والمشاعر في هكذا مسائل. عندما آتانا الإسلام آتانا فرض شرع يجب أن نطبقه بدون اعتراض وبعيدا عن العواطف والمشاعر. رب العالمين عندما قال في سورة الممتحنة الآية 8 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله فرض علينا وأمرنا أنه إحنا نحسن إليهم ونقسط إليهم، ولكن هذا لا يعني أننا نشاركهم أيضا بما يحتفلون به. أنا عن نفسي عندي كثير من النصارى محترمين ومؤدبين ومثقفين وبيحسنوا لي وبيقسطوا لي وبحترمهم بقدرهم بنشارك بعض بكل هذا الشيء، ولكن عندما نؤمن أو نحتفل بما يؤمنون به هذا يعني للأسف الشديد والعياذ بالله أننا نؤمن بأن المسيح قام، أستغفر الله العظيم، وأيضا نؤمن بأن المسيح ابن الله، استغفر الله العظيم والعياذ بالله على هذا الشرك. هذا الشرك عظيم، ذنب عظيم جدا جدا، أعظم ذنب هو الشرك بالله. ولكن للأسف الشديد كثير من المسلمون يشركون بالله بدون إدراك ولا وعي. لهذا السبب أنت لما تحتفل معهم أيضا تؤمن بما يؤمنون به، وعشان هيك لا تحاول تبرر هذا في مشاعرك وعواطفك. طبق الإسلام مثل ما هو بدون تدخل مشاعرك شرعا، حتى لو ضد رغباتك، ضد عاطفتك، ضد محبتك إلهم. ما إلى علاقة محبتك، ممكن تحبهم وتقسط إليهم وتحسن إليهم بدون ما تحتاج تحتفل بأعيادهم. وأنا عن نفسي كمان، لأني أيضا لا أؤمن بالكريسماس من أوله إلى آخره، ولا أيضا أؤمن بأنه له علاقة أصلا بالمسيحية أساسا. وإن شاء الله هذا رح أعمل عليه فيديو بالليل بإذن الله تعالى. دمتم بخير.